من فتره مش طويله عملنا مراجعه لوحش الفئه المتوسطه من سامسونج الاي 55. موبايل جميل بيجي بمواصفات كويسه وخامات محترمه، ولكن تعمل ايه لو انت عايز تاخد نفس التجربه وتوفر حوالي 5000 جنيه؟ ده اللي هنشوفه النهارده مع الموبايل اللي سامسونج بتلعب بيه في بدايه الفئه المتوسطه الاي 35. هركز في المراجعه دي على عيوب الموبايل اكتر من المميزات، لان بصراحه الموبايل ده اتهرى مراجعات، بس انا عايز اقول لك تجربتي الحقيقيه اللي انا شفتها معاه. مبدئيا كده الموبايل ده لمين؟ الموبايل ده لشخص عايز جهاز من سامسونج، بيحب واجهه سامسونج وعايز جهاز يعيش معاه سنين ويكون متوازن في كل حاجه. الجميل في الجهاز ده انه يعتبر نسخه من الاي 55 مع حبه تنازلات بسيطه وفرق سعر محترم. اول حاجه انا حبيت ابدا بيها هي الشاشه، تقريبا نفس التجربه اللي اخدتها من الاي 55. عندك شاشه 6.6 بوصه فول اتش دي بلس سوبر اموليد بتردد سريع بيوصل ل 120 هرتز، بتيجي بكثافه بكسلات 390 بكسل لكل انش بسطوع بيوصل ل 1000 نتس. دي تقريبا نفس مواصفات شاشه الاي 55 وبرده نفس التجربه. الشاشه جميله تقدر تعتمد عليها في مشاهده المحتوى بالوان سامسونج المشهوره. السطوع اللي بيوصل ل 1000 نتس تحت الشمس هيخليك تقدر تشوف الشاشه بسهوله في اي ظروف اضاءه. النقطه الوحيده اللي اقدر اقولها لك هنا هي ان الحواف كبيره شويه، بس ده مقبول على الفئه السعريه دي اكتر منه على الاي 55. عندك بصمه اوبتيكال تحت الشاشه وبصمات سامسونج بتشتغل كويس قوي، حتى صوت الجهاز يعتبر كويس قوي. عندك سماعات ستيريو بيدوا تجربه صوت معقوله، مش احسن حاجه في الدنيا طبعا، بس في نفس الوقت مش وحشه. دلوقتي هحاول اسمعك صوت الموبايل عامل ازاي وعشان بس تاخد فكره عن التجربه بتاعته. بس قبل ما اكمل حابب اشكر ستور مالك فون على ان هو وفر لي الاي 35 علشان اقدر اعمل الفيديو ده. مالك فون من احسن الاماكن اللي اتعاملت معاها في الموبايلات، وبيديك ضمان على الموبايلات اللي اصلا ضمانها بيكون دولي. هتلاقي عندهم اغلب الايفونات جديده ومستعمله، وطبعا اغلب موبايلات الاندرويد وموبايلات سامسونج كلها طبعا الفلاج شيب وغيره جديد ومستعمل. حقيقه انا مبسوط بالتعامل معاهم، وانصحك لو انت بتدور على موبايل الفتره اللي جايه فتاخد بص عندهم، لان هتلاقي عندهم احسن اسعار. هسيب لك اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن. لو بصيت بقى على ظهر الجهاز فهتلاقيه واخد نفس تصميم اجهزه سامسونج فئه الاي كلها، نفس رصه الكاميرات مع نفس تصميم الظهر هنا ازاز وفريم بلاستيك، وهنا هتبدا تحس بفرق في الخامات والفخامه بينه وبين الاي 35. للاسف فريمات الموبايلات البلاستيك دي غير اعتماديه، بتتخربش مع الوقت. انا عارف ان اغلب موبايلات الفئه دي كده، ولكن انا ما بحبش الفريمات البلاستيك. بس انت كده هتركب جراب للجهاز، ومع الوقت مش هتاخد بالك اصلا من النقطه دي. بمناسبه الجراب فالجهاز بيجي بالكابل فقط ومش معاه جراب ولا سكرينه في العلبه، ودي حاجه اتعودنا عليها من سامسونج اخر كام سنه. الجهاز بيجي بمقاومه ميه وغبار بمعيار اي بي 67، ودي نقطه مش بنشوفها في الفئه دي خالص تقريبا. وزن الجهاز 209 جرام، كنت اتوقع برضو انه يكون اخف شويه بما ان الفريم بلاستيك، بس ده ما حصلش. الحاجه اللي اتبسطت اكتر شويه منها هي الكاميرات. عندك 3 كاميرات، الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل، وكاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو ملهاش اي 30 لازمه. تجربه الصور بالجهاز ده كانت مقبوله، نفس طريقه معالجه سامسونج، نفس اللوك بتاع الصور. الجهاز مش بيقدم احسن مستوى من التفاصيل في الصور رغم ان الكاميرا 50 ميجا بكسل، ولو صورت على وضع ال 50 ميجا بكسل المعالجه بتروح. تعامل الجهاز مع الديناميك رينج مش افضل حاجه، زي ما انت شايف الصوره اللي قدامك دي بيلسع الاماكن اللي منوره، ما بيعرفش يتعامل معاها كويس من اول مره، ساعات بحتاج اصور الصوره كذا مره. لو قلبت برضو على الكاميرا الالترا وايد هتلاقي فيه شويه نويز ملحوظ، خصوصا لو بتصور في اضاءه ضعيفه، ولكن يشفع لكاميرا الجهاز ده وجود مود البرو فوتو والبرو فيديو اللي تقدر تصور بيهم تصوير بالاعدادات اللي انت عايزها. وعامه ابلكيشن الكاميرا بتاع سامسونج كويس قوي، بيدي لك كل التخصصات اللي انت ممكن تتخيلها تقريبا، وطريقه معالجه سامسونج مميزه وكويسه، وهتديك برضو ايا كان صور كويسه. دي تجربه تصوير فيديو بالاي 35 على 4K 30 فريم. طبعا زي ما انت شايف انا بصور في مكان يعتبر مقفول، الاضاءه هنا مش اجمد حاجه، وبرضو في نفس الوقت مش عارف بقى الصوت هيبقى طالع عامل ازاي، لان المفروض برضو زي ما بقول لك مكان مقفول، ممكن الصوت ما يطلعش طبيعي يعني، او ما يطلعش مظبوط. بس انت دلوقتي سامعني من الموبايل وانا بتحرك برضو حركه بسيطه بحيث ان انت تشوف برضو ايه، تشوف الكادر او الموبايل طريقه تصويره وطريقه تثبيته. شايف ان الفيديو طالع قدامي حلو، بس لما بزوم شويه ما بيبقاش حلو. الصور البورتريه في الجهاز ده بتعاني برضو من نفس مشكله البورتريات بتاعت الاي 55. ما تقدرش تصور بورتريه غير على 1 اكس، دي مشكله كبيره. الصور البورتريه ما تطلعش حلوه ابدا على 1 اكس. اقل واجب كنت تحط لي 2 اكس يكون كروب من الكاميرا الاساسيه. الكاميرا الاماميه اللي موجوده عندك هنا هي كاميرا بدقه 13 ميجا بكسل. بصراحه الكاميرا الاماميه هنا هي اللي كانت مميزه بالنسبه لي، الصور بتاعتها طالعه حلوه. اللوك بتاع المعالجه المشهور بتاع سامسونج، الصور فيها تفاصيل كويسه قوي، حتى لما جربت اصور عليها بورتريه طريقه العزل او قص الاجسام محترمه وكويسه جدا. ودي تجربه تصوير الفيديو بالكاميرا الاماميه على 4K
4K 30 فريم. هي الكاميرا دي اخرها 4K 30 فريم في تصوير الفيديو. زي ما انت شايف، انا شايف دلوقتي من الشاشه ان الالوان طالعه كويسه قوي برضو، يعني تفاصيل كويسه. ممكن بس الكادر بتاع الكاميرا مش اوسع حاجه، وانت دلوقتي سامع صوتي من التليفون طبعا، ده باين لان صوت الكلام اللي كان باين دلوقتي، بس نسمع الصوت دلوقتي برضو من التليفون. سامسونج هنا قادره تحافظ على نفس مستوى المعالجه اللي كان موجود على الاي 55 اللي بالمناسبه كان عاجبني قوي. اتكلمت برضو على تفاصيل الكاميرا في الفيديو بتاع الاي 55 هسيبه لك دلوقتي هيظهر عندك هنا. الفرق فعلا مش كبير، لو انا ببص عادي للصور ممكن ما اعرفش اصلا افرق ما بين صور الجهازين. المهم لو وصلت معاه لحد هنا فده معناه ان انت راجل جدع، قدر بقى المجهود اللي معمول وانزل اعمل لي لايك وسبسكرايب علشان عايزين نوصل لل 100000 سبسكرايبر في اقرب وقت ان شاء الله. وما تنساش تفعل الزرار بتاع الجرس. اهم حاجه في اي جهاز بالنسبه لي هي الاداء بتاعه. الجهاز ده عليه سوفت وير سامسونج ال1 يو اي 6.1 اللي انا بشوفه واحد من احسن الواجهات اللي موجوده على اي جهاز. الجهاز بيجي بمعالج الاكزينوس 1380 مع رام بحجم 8 جيجا للنسخه اللي معايا ومساحه داخليه 256. وخلي بالك الجهاز ده مش بيدعم الاي سيم، بيدعم فقط شريحتين فيزيكال او ممكن تركب شريحه وكارت ميموري. مشكله سوفت وير سامسونج الحقيقيه انه على الموبايلات الضعيفه بيبقى تقيل شويه. ما تفهمنيش غلط، الجهاز لذيذ للاستخدامات اليوميه، بس هتلاقي من وقت للتاني كده تقطيعات، هتحس انه بياخد وقت شويه على ما يفتح التطبيقات. لو تقلت عليه هتلاقيه بيسخن وهتحس بالسخونه. حتى في الالعاب لما كنت بعلي الاعدادات على الاخر ما كنتش بحس ان دي اسلس تجربه، وسخونه الجهاز كانت بتبان فعلا رغم اننا يعتبر في الشتاء والجو بارد. بس ما تفهمنيش غلط، الاداء ده قريب لاداء اغلب الاجهزه اللي في الفئه بتاعته، وهيكون ممتاز للمهام اليوميه العاديه. بطاريه الجهاز بحجم 5000 ملي امبير بتشحن بسرعه 25 واط. بطاريه الجهاز هنا كويسه قوي بصراحه، بتكمل يوم مرتاح وبتشحن في حوالي ساعه وثلث لساعه ونص. بس لو تقلت على الجهاز شويه ممكن تخلص منك على اخر اليوم مثلا. بصراحه اللي يشفع للجهاز ده في نقطه الاداء من وجهه نظري هو سوفت وير سامسونج. عندك كل الامكانيات اللي بتحلم بيها، شغل المالتي تاسك تقدر تعمله هنا بامتياز، تقدر تخصص كل حاجه واي حاجه في الموبايل بتاعك بمنتهى السهوله. بس للاسف الموبايل ما فيهوش مميزات الذكاء الاصطناعي اللي ما زالت مقتصره فقط على موبايلات الفلاج شيب فئه الاس. ونقطه كمان برضو ان الموبايل ده بيدعم 4 سنين تحديثات اساسيه و5 سنين تحديثات امان، ودي بصراحه نقطه ما حدش يقدر يجاري فيها سامسونج. بص انا حابب اتكلم شويه هنا على العيوب، ودي مش من عادتي، يعني انا مش دايما بخصص جزء كامل في الفيديو للعيوب، بس انا عايز اعرفك ايه اللي ناقص هنا او ايه اللي مش هتاخده في تجربه الجهاز ده. زي ما قلت لك اداء الجهاز مش احسن حاجه وحرارته بتعلى بشكل ملحوظ، وده زي ما قلت لك بسبب السوفت وير اللي له مميزات وله عيوب. ما عندكش كاميرا للزوم، ودي بصراحه نقطه ما نقدرش نلومه فيها لان ده حال اغلب الاجهزه اللي في الفئه دي. بس لو فكرت في الموضوع كده هتلاقي ان اي حاجه تانية ممكن نتكلم عليها كعيوب هنكون بنيجي على الجهاز ده، لان دي حاجات منتشره في الفئه بتاعته. يعني انا ممكن اقول لك مثلا ان تجربه الصوت هنا ما كانتش احسن حاجه، سرعه الشحن بطيئه بالنسبه لكل الاجهزه المنافسه من الشركات الصينيه، حتى حجم البطاريه في اجهزه في الفئه الاقتصاديه وصلت ل 6000 ملي امبير. ما اقدرش مثلا اقول لك ان الاي سيم مشكله لان تقريبا ما فيش ولا جهاز في الفئه دي في اصلا اي سيم او في دعم للاي سيم. بس انا مش شايف حاجه تانية ممكن اقول لك عليها عيوب في الجهاز ده غير بس نقطه الاداء فعلا هي اللي ضايقتني منه شويه. بص الخلاصه انا شايف ان ده جهاز ممتاز لحد عايز جهاز اعتمادي من سامسونج يعيش معاه سنين وبخامات قويه تستحمل معاك البهدله. تجربه الجهاز ككل كانت كويسه، مفيش حاجه معينه اقدر احط ايدي عليها واقول لك دي ما كانتش حلوه او كانت وحشه. ممكن بس الاداء اللي كان اقل حاجه بسيطه من اللي انا متوقعه، ولكن زي ما قلت لك هيكون كويس معاك في الاستخدامات اليوميه العاديه. الفكره ان الجهاز دلوقتي سعره في حدود ال 13000، وعلشان تلاقي موبايل تاني في نفس الفئه يديلك مقاومه ميه ومعالجه الصور بتاعه سامسونج مع كل مميزات واجهه ال1 يو اي اللي انا اصلا بعتبرها سبب ان انت ممكن تختار سامسونج عشانه، كل الكلام ده بيخلي الموبايل ده من احسن الخيارات اللي انت ممكن تاخدها في الفئه دي. وزي ما قلت لك الموبايل ده هتلاقيه باحسن سعر في مصر في ستور مالك فون، هسيب لك اللينك بتاعهم زي ما قلت لك تحت في الديسكربشن وفي اول كومنت. عايز بقى اعرف رايك في الجهاز ده، هل انت شايفه صفقه كويسه في بدايه الفئه المتوسطه ولا شايف ان في حاجه تانية ممكن تكون احسن منه في نفس السعر؟ لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبه لي في كومنت وانا هرد عليه. كان معاكم يوسف، اشوف وشكم على خير، مع السلامه.